موضوع الموبايل ابلكيشن بس متعلق بشقين. الشق الاول هو حمايه فكره الموبايل ابلكيشن. مفيش حمايه لفكره موبايل ابلكيشن، ان انت تسجل الفكره كفكره ما بتتسجلش. القانون ما اقرش حمايه للافكار، هو اقر حمايه فقط للشعارات والتصميمات والاسماء وبراءات الاختراع. والموبايل ابلكيشن مش براءه اختراع، وتلاقي ده موجود في السوق. تلاقي فكره ان درايف هي فكره اوبر، هي فكره ديدي، نفس الفكره ان انت عباره عن موبايل ابلكيشن بيجيب لك عربيه بتوصلك مكان وبتاخد فلوس، فكلهم فكره واحده. ايه الاختلاف ما بين الموبايل ابلكيشن والثانيه؟ الاختلاف بيكون في الاسم اللي هو العلامه التجاريه، اللي هو اصلا اسم بقى المفروض اسجله كعلامه تجاريه، اسم موبايل ابلكيشن. لو قلنا اسم اوبر مثلا المفروض يتم تسجيله كعلامه تجاريه، اسم كريم، اسم ان درايف، اسم ديدي، كلهم علامات تجاريه، واشكالهم والوانهم اشكال شاشات البرنامج نفسها ده بيتسجل في وزاره الاتصالات. تسجل الموبايل ابلكيشن كشكل شاشات فقط وكاسم بتسجله كعلامه تجاريه، فبتاخد حمايه على الشكل فقط، والديزاين فقط محميه ومتسجله ولها حق قانوني بتدافع عنها بعد كده لو حد حاول يعتدي عليها.